هلا هلا صل على النبي. 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 المحتسب يا غانم، أي حلم هذا؟ يبدو أن القدر قد ابتسم لك. جهزت بعض القرارات أيها السلطان، وهي بانتظار خاتمك. تفضل يا أمير بيليك. هذا أمر بعمارة قناطر شبرمنت، وهذا آخر بعمارة أسوار الإسكندرية، وهذا أمر بترميم قلعة الروضة. وماذا عن الشام يا نائب السلطنة؟ لا أريد أن ينصب اهتمامك على مصر وحدها. أصدر أمرا بعمارة ما تخرب من قلاع الشام على يد التتار. الساعة أجهزه. سمعت أن قبة الصخرة ضعف بناؤها هي الأخرى. الحرب سلبتنا الكثير من الأموال، فضعفت عمارة دولتنا. ليس بعد الآن يا أمير. أصدر أمرا بإرسال الصناع والآلات ليعمروا قبة الصخرة. أمرك، لكن ليست القبة وحدها التي تحتاج إلى عمارة أيها السلطان. أهناك مسجد آخر يتهاوى؟ بل مساجد، لكن هذا لا يحتمل التأجيل. أي مسجد هذا؟ إنه المسجد النبوي. لا تنتظر أمري في هذا يا أمير بيليك. أرسل في الحال الأمير علم الدين اليغمري لعمارة الحرم النبوي بالمدينة، ومعه الأموال والأصناف. أمرك يا مولاي. الآن يمكن للناس أن ترى دولة تهتم بالحضارة والبناء كما تهتم بالحرب. أنت الآن تبني دولة قوية أيها السلطان. أجل يا أم بركة، نخوض حروبنا في الشام وبلاد ما وراء النهر، وننتصر فيها على أعدائنا بفضل الله. لست أقصد حروب الخارج يا بيبرس. ما الذي يدور بعقلك؟ ما فعله ابن عبد الظاهر وتحديثه لشبكة البريد، وكيف أدخل الحمام الزاجل وزاد من كفاءة بريد الخيول. لست أراه عيبا. ولا أنا، وهذا ما أقصده بالدولة القوية، أن تأتيك الأخبار من كل مكان. لقد صارت مصر وكل الأقاليم البعيدة قريبة منك على بعدها. صار البريد يأتيني مرتين في الأسبوع من الشام، وغدا ستأتيك رسالة في كل يوم، فانتبه لمن حولك. مما تخافين يا زوجي؟ من حولي من الأمراء يدينون لي بالولاء. فماذا عن الأمراء البعيدين عنك؟ لا تخشي علي من أحد. أنا بيبرس، الرجل القوي المتغلب. أمرائي المقربون والتقاة في كل ركن بالدولة. لكن ينقصك أمير قوي وأمين تضعه في أهم ركن بالدولة. أي ركن هذا أيتها السلطانة؟ أتابك ولدنا. فكر في أمير يصلح أن يكون أتابك بركة خان، ولي عهدك أيها السلطان. هل يجهدك الإشراف على ترميم الأزهر يا شيخ إدريس؟ كلا يا أمير عز الدين، بل أرغب في زيادة جهدي. أهناك شيء يعطل أعمال البناء؟ كلا، وإنما أود لو اقترحت أمرا سيوفر لنا الوقت ويسعد العمال ويطمئنهم. وأنا أفعل أي شيء من أجل هذا. تكلم. أقترح أن نقدم غداء يوميا لكل عمال الأزهر. ولما نفعل ذلك؟ إنهم يعملون ساعات طويلة في الشمس، وأجورهم القليلة سيذهب ربعها على الأقل في شراء الطعام. أنا سعيد لأنك حريص على هؤلاء البسطاء يا شيخ إدريس. إذن هل وافق الأمير على مشورتي؟ أجل، وسأطلب إلى كبير الطهاة في داري أن يعد الغداء يوميا لكل العمال، وكذلك شرابا مسكرا يعينهم على العمل.
أي خطأ هذا الذي أوقعت به نفسك يا فاضل؟ خضت في اللهو وتناسيت الحقيقة التي طالما ذكرتها لك أمك. يا أمي، ليتني استمعت إليك. تركني جمال وفرج ونجيا بنفسيهما، سرت خلف طيشهما وتكبرهما، وها أنا ذا خلف قضبان السجن. أي مخرج لي الآن يا أمه؟ أين النجاة؟ خذ طعامك أيها السارق. أيها الحارس، أريد أن أقابل القائد ضياء الدين. القائد لن يقابلك، سيحيلك إلى القاضي وستكون أشد العقوبة. القاضي؟ انتظر، أنا من أسرة المحتسب، أنا ابن أخيه، أتسمعني؟ ها؟ المحتسب؟ هيا احمل عني هذا، احمل معي هذا الخشب. أين الرمال؟ احترق إلى السور. ها هو الأزهر يا ابن عبد الظاهر، يخطو أولى خطواته ليعود جامعا بهيا منيرا كما كان. سيذكر لك التاريخ هذا يا أمير. الأمير عز الدين الحلي رمم الجامع الأزهر وأعاده بعد 100 عام من النسيان. ليس هذا مبتغاي، وما أفعله لا أفعله إلا ابتغاء لمرضاة الله. لم أكن أقدر على النوم وأنا أسكن إلى جوار جامع أهمله الناس والحكام. لكنك أنفقت الكثير. المال مال الله، وأمامنا أشهر طويلة وربما سنوات لنعمر الأزهر. أعطاك الله العمر والصبر والرزق لتنهي ما بدأته يا أمير. آمين. عن قريب بإذن الله نلتقي هنا ونصلي هنا في الأزهر بعد أن يعود إلى بهائه. ما الذي فعلته يا فاضل؟ لقد صدق فيما قال إذن يا سيدي المحتسب بأنه يعرفك. ماذا فعل يا ضياء الدين؟ قبضنا عليه وهو يحاول السرقة قرب الأزهر، وتحفظت عليه في السجن. قلت لك إني لم أكن أسرق. اصمت. لم أكن أعلم يا سيدي أنه ابن أخيك. أقال هذا؟ أليس صحيحا يا سيدي؟ أخبرني وسأعاقبه على كذبه إلى جانب سرقته. لا، هو أقرب للصدق. أنا في مقام عمه، كان لأبيه عهد أحفظه له. نتركه كرامة لك إذن يا سيدي. أشكرك أيها القائد، وأعدك ألا يتكرر أمر كهذا. أعرف أن أسفي لن يجدي شيئا، لكني حقا آسف ونادم على كل شيء. وماذا تفيد الكلمات والأسف الآن يا فاضل؟ أعرف أني أخطأت، ليس تلك المرة فقط، ولكن منذ أن تخليت عن كل شيء جاد وخضت في اللهو واللعب. والسرقة، سرقة الجامع الأزهر. حتى أنت يا أمي، أنا لم... إياك أن تنطق بكلمة كذب أخرى. إياك، لقد لوثت اسمك واسمي، لوثت إرثا كاملا لا تعيه. أي إرث هذا الذي تتحدثين عنه يا أمي؟ نحن لا نملك شيئا. جهلك يخيل لك أن الإرث لا يكون إلا مالا فقط. عن أي شيء تتحدثين يا أماه؟ أتحدث عن هذا، عن تاريخ آبيك وأجدادك. أتحدث عن فاضل بن أحمد، ابن سعد بن إسماعيل، ابن عبد الكريم، ابن راضي، ابن خالد، ابن أبي القاسم المصري. قادتك أقدامك اليوم لتتعدى على حرمة الجامع الأزهر وتعبث به. لو كنت تعلم ما كان بين أجدادك وبينه ما حملتك أقدامك إلى هناك. إنه أبو القاسم المصري، جدك الأكبر، شيخ الخشابين والمزخرفين، الذي ساهم بعمله وفنه في عمارة الجامع الأزهر وقت بنائه أول مرة. فعلها على الرغم من رفضه وعداوته للفاطميين، فعلها كرامة لبيت من بيوت الله،
علم أنه سيكون لهذا الجامع شأن كبير لسائر المسلمين. أصحيح ما تقولين يا أمي؟ أفعلها جدي حقا؟ ليس وحده، بل كان لابنه الوحيد خالد بن أبي القاسم شأن ومكانة بالجامع الأزهر حين صار مدرسة تضيء بالعلم. كان قدما للمصريين داخل الجامع استمرت وستستمر. كان فقيها، أول فقيه مصري سني يدخل إلى الجامع الأزهر، ووقف بعلمه أمام التطرف والجهل. كان قويا إذن؟ ليس وحده، بل كان ولده راضي وابنته جميلة ملازمين للعلم وللأزهر، والتقيا بالحسن بن الهيثم حين حضر إلى مصر وتعلما على يديه الكثير. ومن بعدهما عبد الكريم بن راضي الذي وقف في وجه الخليفة المستنصر الفاطمي وقت الشدة والمجاعة وجمع المصريين حوله. وجدك إسماعيل الفقيه الشافعي الأزهري، ومن بعده سعد، ثم أبوك أحمد، الفقيهان الشافعيان، ثم من بعدهما. أكملي يا أماه، أكملي. لا يرقى اسمي أن يلصق بكل هؤلاء، أليس كذلك؟ لقد أضعت كل شيء يا فاضل، قطعت الوصال بسلسال أجدادك العظماء، تركت نفسك لأهوائك ولهوك، وغرتك بهرجة الحكام والمماليك الصغار، فجمعت في زمرة السارقين وسفهاء القوم. كيف وصلت إلى ما أنت عليه الآن يا فاضل؟ وحيد، نصف متعلم، نصف عامل، نصف فنان، نصف رجل، ضائع ومتهم بالسرقة. صرت صغيرا في أعين الجميع، وأولهم أمك. أنت ذكرى أبيك وأجدادك وتجرأت على بيت من بيوت الله. أي بلاء ابتليت به في نفسك يا فاضل؟ يجب أن يتغير كل هذا، يجب أن أستفيق من غفلتي، يجب. على الرغم من صداقتنا الطويلة يا عز الدين، إلا أنني الآن في زيارة سلطانية. يا له من تقدير لشخص متواضع. خيرا إن شاء الله. لقد أوفدني إليك السلطان بيبرس لتهنئتك على بدء العمل في بناء وترميم الأزهر. السلطان بنفسه؟ يا له من فخر واهتمام. ويبلغك أنه في عونك متى احتجت إليه بالمال أو الرجال أو أدوات العمارة. الحمد لله الذي يسر لي العمل ونفوس الناس من حولي. إن أخبار ما تفعله وصلت إلى كل الأمراء، وكلنا سعداء بما تفعل. وأنا أعلم سر تلك السعادة. نحن مماليك حتى وإن صرنا أمراء وسلاطين. هذا حق، نحن بلا آباء أو وطن، وما نتركه لأبنائنا والناس هو تلك الجوامع والمدارس والأبنية والآثار. نحن نبني الحضارة ليرثها من يأتي ويترحم على أرواحنا. نحن المماليك. نعم يا صاحبي، يجب أن نبني حضارة، فأمة بلا حضارة هي أمة بلا عقل أو روح أو ذاكرة. لأجل هذا فأنت ترمم الأزهر. نعم، الأزهر ليس مجرد جامع، الأزهر حضارة هذه الأمة.